لو انت بتذاكر برمجة او حتى لسه ناوي تبدأ قريب فصدقني الفيديو ده مش مجرد شوية نصايح. الفيديو ده ممكن يكون نقطة تحول اللي كنت مستنيها من شهور او حتى سنين. دلوقتي احنا في 2025، الذكاء الاصطناعي مش بس بقى بيكتب كود، ده بقى بيفهم وبيحلل وبيتعلم اسرع من معظم المبرمجين الجدد. كورسات بقت اكتر من عدد ساعات يومك، منصات التعليمية كل يوم بتطلع لك افضل مسار لتعلم البرمجة، وفجأة انت قدام شاشة الكمبيوتر فاتح 3 تابات وكل تابة فيها فيديو بيقولك ابدأ من هنا وده الطريق الصح. وفي وسط الزحمة دي بتقف تفكر ابدأ منين، اتابع مين، وانا اصلا بذاكر ليه؟ مش الاي اي هيعمل كل حاجة عني؟ الفيديو ده مش بس هنفك التشتت ده احنا هنخليك تبص للتعليم بشكل جديد تماما، ونرسم لك خريطة تعلم واضحة تمشي عليها في زمن بقى فيه التعليم نفسه فخ اكتر من كونه فرصة. قبل ما نكمل، الفيديو ده من انتاج باكتك، وده جزء من محتوى مجاني بيشرح البرمجة بكل جوانبها. لو عجبك الشرح دعمك باللايك واشتراك ومشاركة الفيديو في جروبات البرمجة او مع اصحابك المهتمين بيفرق جدا وبيساعدنا نكمل في تقديم النوع ده من المحتوى. طيب خليني اقول لك ان احنا في 2025 مش بنتعلم برمجه بس، احنا بنواجه 3 مشاكل بيحاولوا يوقعونا طول الوقت. المشكله الاولى وهي الكونتنت اوفرلود او التخمه العلميه. احنا عايشين في عصر فيه الاف الكورسات على يوتيوب، كورسيرا ويوديمي وحتى منصات جديده بتطلع كل شهر. كل شخص بيحاول يقنعك ان طريقته هي الاسرع والاضمن. كل مسار بيعرض لك الخريطه الذهبيه لتعلم البرمجه. النتيجه انت تتحمس تبدا تتعلم شويه وبعدين تكتشف انك رجعت لنقطه الصفر، او انك اصلا ما اتحركتش من مكانك. يعني هديك مثال، تفتح كورس بايثون تمشي فيه 10 دروس مثلا، تلاقي وقتها اعلان عن اهم كورس جافا سكريبت، تقول طب ما اتعلم الاثنين، وبعد اسبوع انت ولا بقيت مبرمج بايثون ولا حتى جافا سكريبت. المشكله الثانيه وهي الذكاء الاصطناعي او الاي اي انكزايتي. الاي اي بقى بيشرح لك المفاهيم وبيكتب كود وبيحل باجز اسرع منك، وطبيعي جدا انك تسال نفسك هو انا ليه اتعلم اصلا؟ مش الاي اي كده كده هيغنيني عن كل ده؟ لكن هنا في فرق ضخم بين اللي بيعتمد على الاي اي بدون فهم واللي بيستخدمه كاداه لتسريع شغله وتوسيع قدراته. يعني مثلا لو احنا عندنا 2 مبرمجين بيشتغلوا على نفس المشروع، الاول اعتمد على الاي اي انه يكتب له الكود بالكامل، ولكن لما حصل خطأ وقفه مكانه. التاني استخدم الاي اي كمساعد، فهم الكود وعدل فيه فالمشروع كمل. المشكله الثالثه وهي فقدان التركيز او الفوكس دريفت. تحمسك في اول اسبوع بيكون عالي جدا، بس بعد اول بج كبير او اول درس صعب تبدا تسيب الكورس، تبدا مشروع بورتفوليو وتسيب نصه. بعد فتره تحس انك ماشي في حلقه مفرغه. الحقيقه اللي محدش بيقولها مشكلتك مش في المحتوى، مشكلتك في عقليتك وطريقه تعاملك مع التعلم. طيب خليني اقول لك ان في عصر الذكاء الصناعي المهاره اللي لازم تسبق اي مهاره تقنيه هي اعاده تعريف البرمجه. البرمجه مش مجرد كتابه كود، البرمجه بتساوي فهم، تحليل، تصميم، قياده حلول. الكود الاي اي هيكتبه بس انت اللي هتفهمه وتوجهه. البرمجه دلوقتي معناها انك تفهم منطق ورا كل قرار، انك تحل مشكله قبل ما تدور على الحل، وانك تعرف تستغل الاي اي لصالحك مش تكون تابع ليه. خليني اقول لك على قصه قصيره. زمان قبل الاي اي كان المبرمج بيقضي نص وقته بيدور على سينتاكس صح. دلوقتي الاي اي بيديك الكود، لكن التحدي الحقيقي هو هل هتعرف تختار افضل حل وتعرف ليه هو الافضل. طيب دلوقتي يجي وقت الجد. اول حاجه اختار تخصص، مفيش مبرمج بيعمل كل حاجه. اختار مجال، ويب، اي اي، موبايل، ديف اوبس وهكذا، والتزم بيه 3 شهور على الاقل. التنطيط بين المجالات بيضيع وقتك، واتبع النموذج ده. اول حاجه الفهم، استخدم الاي اي عشان يشرح لك بس بدون كود في الاول. تاني حاجه التطبيق، جرب بايدك واغلط كتير. تالت حاجه المشاريع، ابني حاجات صغيره حتى لو مكرره. رابع حاجه المراجعه، حل كود ناس تانية. اخر حاجه التقييم، اسال نفسك اسبوعيا فاهم ولا حافظ. وخليني اقول لك على قاعده ذهبيه، اللي بيتعلم من غير تطبيق بينسى اسرع من اللي ما بداش. الفيديو ده جزء من سلسله من انتاج باكتك، هدفها الاساسي مش انها تديك كورس، لكن تديك طريقه تفكير تخليك تتعلم وتشتغل اسرع واذكى. لو حسيت المحتوى ده مفيد وبيحترم وقتك فلايك واشتراك منك مش مجرد دعم، دي طريقه توصل الفيديو ده لناس تانية تايهه في نفس الزحمه اللي كنت فيها، وساعدنا ننشر الرساله دي لاي حد لسه بيحاول يبدا، لان كلمه او فكره صغيره ممكن تغير مساره بالكامل. اهم حاجه لازم تعرفها ان الاي اي مش بديلك، الاي اي هو مساعدك، مدربك الشخصي لو عرفت تستخدمه صح. استخدمه في شرح المفاهيم الغامضه، مثلا تساله اشرح لي الكلوجر الجافا سكريبت كأني طفل عندي 10 سنين، بدل ما تدور على تمارين مناسبه خليه يعمل لك اسئله مبنيه على اللي انت لسه مذاكره. ممكن يلخص لك الدروس الطويله، لو عندك كورس ساعتين اطلب منه ملخص بالنقط المهمه عشان تركز في التطبيق. واهم حاجه خليه يقرا كودك ويقول لك ايه ممكن يتحسن. بس اهم حاجه ان انت تبعد عن نسخ الكود وتنفيذه من غير ما تفهمه، او الاعتماد عليه لبناء مشروع كامل من غير ما تلم الاساسيات، او انت تستخدمه كدماغ بديل بدل ما يكون مدرب ذكي. هقول لك على مثال واقعي، مبتدئ كتب مشروع كامل بالاعتماد على الاي اي. اول ما العميل طلب منه تعديل بسيط المشروع كله وقف اسبوع. بالمقابل مبرمج تاني كتب 60% بنفسه واستخدم الاي اي في الباقي، عدل المشروع كله في ساعه. خليني اقول لك على نموذج مذاكره ذكي يناسبك. اول حاجه لازم تعرفها ان التعلم مش جدول عسكري، لكنه محتاج نظام مرن يخدمك انت. اول حاجه اتعلم بتركيز مش بزمن، بدل ما تقول هذاكر ساعتين قول هفهم درس واحد كويس حتى لو خد منك 20 دقيقه، المهم الفهم. تاني حاجه طبق فورا، اي معلومه جديده افتح محلل اكواد وجربها، التجربه الفوريه بتثبت المعلومه اكتر من اي فيديو. تالت حاجه راجع بطرق مختلفه، اشرح اللي فهمته لصديق او حتى بصوتك لنفسك، خلي الاي اي يختبرك باسئله، اكتب الكود من دماغك من غير ما
تراجع. رابع حاجه، خليك باني مش مستهلك. ابدا بمشاريع بسيطه، بورتفوليو، بلوج، تو دو ليست، حتى لو الفكره مكرره. المهم انك تخلي التنفيذ باسلوبك، واعرف ان الهدف مش انك تذاكر كتير، الهدف انك تذاكر صح. طيب عايز تعرف مستواك الحقيقي؟ لما تشوف الكود تفهمه ولا تحسه طلاسم؟ طب لو الاي اي كتب كود تقدر تشرحه او تطوره؟ طب تبدا فكره من الصفر ولا محتاج تمشي حرفيا ورا توتوريال؟ لو جاوبت بايوه حتى ب 60% فانت على الطريق الصح. التعليم مش ساعة حماس، هو روتين واسلوب حياه. نظم وقتك من غير ضغط مفرط، اربط التعليم بحاجه بتحبها سواء مزيكا او قهوه. زهقت غير الطريقه مش الهدف. اتلخبطت جرب، اغلط واسال بس ما توقفش. خليني اقول لك دلوقتي على اكتر اخطاء المبتدئين في 2025. اول غلطه واللي بيقع فيها ناس كتيره ان انت تفضل تتنقل بين مجالات، كل اسبوع لغه او تكنولوجيا جديده. تاني غلطه ان انت تكتفي بالمشاهده، تفرج ممتاز بس انت مبرمج ضعيف. تالت حاجه الاعتماد الكلي على الاي اي من غير فهم مفيش قيمه. رابع حاجه الخوف من الاخطاء، الخطا اسرع طريق للتعلم. طيب ازاي تبني بورتفوليو ذكي؟ اختار من 3 ل 5 مشاريع متنوعه، خلي كل مشروع يوضح مهاره مختلفه. اكتب شرح للمشروع، الفكره، التحديات، الحلول، واهم حاجه حدثه باستمرار. البورتفوليو الحي اقوى من السي في الثابت. دلوقتي بقى خليني اقول لك على شويه مهارات هتكون اضافه قويه جدا لاي مبرمج. اول مهاره وهي التواصل، انك تعرف تشرح فكرتك بكل وضوح. تاني مهاره اداره الوقت، انك تخلص المشروع قبل الديدلاين. تالت مهاره التعليم الذاتي، انك تعرف تجيب المعلومه بنفسك. دلوقتي احنا شفنا سوا التشتت، الزحمه، والاي اي اللي بيكتب كود اسرع مننا، لكن الحقيقه لو بدات تشتغل على نفسك بوعي تسبق كل اللي بيجري غلط واللي واقف خايف. اشترك في قناتنا على اليوتيوب وانضم لقناه التليجرام، وسيب لنا في الكومنتات ايه اول خطوه ناوي تبدا بيها بعد الفيديو ده. سلام.